إساءة من مغالطة، وهم مسموم تدلو به قناة سعودية بمسلسل لها عرف بالعاصوف، والذي طالما قدم محتوى مسيئا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، آخره الإساءة إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، من خلال تقديم روايات مغلوطة مسيئة لأهل البيت، والذي ولد حالة غضب داخل الأوساط السياسية والشعبية في العراق وبلدان أخرى. إساءة الدراما السعودية جاءت هذه المرة بنقل قصة واقعية من تاريخهم الدموي حدثت في السبعينات من القرن المنصرم، حين دخل الحرم المكي جماعة من فرقهم بزعامة شخص اسمه جهيمان، عجز آل سعود من القضاء عليه دون الاستعانة بالقوات الخاصة الفرنسية، لكن المسلسل هنا يصوره بقائد يدعي أنه الإمام المهدي، ما يعكس مغالطة لتاريخ ليس ببعيد، وأن زوقته دراما آل سعود. كشف زيف آل سعود وفضح مغالطتهم جاء في ذات مسلسلهم، لتتضح محاولاتهم لإيهام المواطن البسيط بكثرة المساجد، متغافلين بذلك أن من بين جدران مساجدهم تقطع الرؤوس وتصدر فتاوى الزنا بحجة جهاد النكاح وفتاوى القتل والذبح للعراف والعريض وغيرهم، والتي آثت في الأرض الفساد. فيما وجه عدد من النشطاء انتقادات لقناة MBC السعودية لعرضها مسلسلا يحمل سلوكا شاذا ومتعمدا للإساءة إلى أتباع أهل البيت عليهم السلام، ومن السعودية التي لا يمكن أن ينشر أي عمل درامي على قنواتها إلا بموافقة عائلة آل سعود، متهمين إياهم بتعمد إفراغ شحناتهم الطائفية الإرهابية في تلك الأعمال الدرامية. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بغضب من نشطاء عراقيين، مؤكدين أن السعودية تتعمد تشويه مقدسات المسلمين وطقوس المجتمعات، خاصة وأن آل سعود يرون في ظهور المهدي نهاية لحكمهم، وأن الدراما السعودية تكشف مدى الرعب لدى الساسة في السعودية من فكرة المنقذ الذي يهدد مستقبل العائلة الوهابية الحاكمة. أمير غازي، قناة بلادي.